السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك كل حبايبي، ازيك كل مشاهدين داخل مصر وخارج مصر. الوقت انا جايلكم في فيديو جديد. طبعا انا زرعت الملوخية معاكم وشفتها وانا بزرعها، هوريها لكم دلوقتي. بس الاول اوريكم الحاجات الجميلة دي. بص الورد وحلاوته، بص الشجر اكنك قاعدة في جنينة مش قاعدة في سطح. بص حبايبي الشكل الحلو ده اهو. بص حبايبي حاجات تحفة تحفة تحفة. انا جايبه لكم اهي. بصوا رافعه الحاجات من على الارض عشان ايه غلط على السطح ان انا احط الحاجه على السطح، على الارض نفسها على السيراميك وكده. فبص حبايبي رافعاها كده بالطريقه دي، وانا مأخذه الجرد اللي انا ايه زرعه فيها حاجات بسيطه اهي، يعني جد البوهيه، برميل صغير، زي مثلا ازازه ميه، ممكن لو حد عنده ازازه اديهالك. بص الجمال والحلاوه اهو يا حبايبي. بص الجمال والحلاوه بتاع الورد، جنينه فوق السطح اهي يا حبايبي. طبعا هوريكم الملوخيه وجمالها رخرة، فانا قلت ابدا معاكم بالورد. صباحكم ورد او مساءكم ورد ونهاركم ورد اهو يا حبايبي. حاجه تفتح النفس والله. انا هوريكم بس انا على السطح حاجه اكن انا ما بحبش اخرج وانتوا بحب اطلع على السطح. فالوقت خليكم معايا، هوريكم بقى الحاجات الحلوه التحفه ديت واوريكم بزرعه عامله ايه. بص حبايبي الملوخيه الجميله الحلوه اهي اللي كنت زرعاها معاكم. لو بصيتوا في فيديوهاتي ورجعتوا في فيديوهاتي هتلاقيني طبخها ايه، طبخها لا انا زرعاها معاكم. هتلاقوني زرعاها معاكم. تعمل طبق اهي. وبعدين انا عملت كذا قصريه لما لقيت التقاوي بتاعتها جميله كده وحلوه اهي يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد اهي. اللهم صل على النبي. يا جمال يا جمال على الحاجات الحلوه بتاعت ام زياد. ده انت تبص لها كده ما شاء الله. والله الواحد بعينيه ابتدت تاخد على الخضره. اخلص شغل تحت في الشقه اطلع جري على السطح بالليل او بالنهار بروح طالعه اهو يا حبايبي. طبعا وهنا كمان ادي الخيار اهو يا حبايبي، طلع تقاول خيار اهو. وهنا بردك ملوخيه تانية اهي. بص انا زودت في الملوخيه كتير عشان ايه، انها بردك يبقى عندي بزياده، اللي اخده بعد كده احطه في الفريزر يوم زياده عليا. يوم الزياده يبقى خيرة الله بردك يا ايه، ربنا يزيد ويبارك. بصوا حبايبي وهنا زرع قوطه لسه صغيره، قوطه وشبت اهو يا حبايبي، قوطه وشبت. اللهم صل على سيدنا محمد. وهنا جرجير بردك وحتى خيار فيه. بصوا جرجير اهو يا حبايبي اهو. اللهم صل على النبي. كل ده انا زرعاها معاكم يا وانتوا رجعتوا فيديوهاتي هتلاقوني زرعاها معاكم. وهنا يا حبايبي كزبره وشبت، كزبره وبقدونس اهو يا حبايبي. باخد منها طبعا بقرطها واروح ايه واخداها طبعا يا حبايبي. وهنا عنبيه طالعه لي بذره اهي يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد اهو يا حبايبي اهو. حاجات جميله جميله. وبصوا هنا يا حبايبي كان عندي بقى ايه صباع بطاطا صغير كده، رحت زرعاه طلع ما شاء الله. بصوا ده طبعا هطلعه واحطه على سور هيملى لي السور اهي. الخضره الجميله الحلوه اللي تريح الاعصاب اهي يا حبايبي. بصوا بالطريقه ديت. وده الفلفل بتاع السنه اللي فاتت انا ما قطعتوش، استخسرته ليه، بيطلع فيه تقاوي بيطلع فيه نوار. فالنوار يا حبايبي قلت حرام لغايه ما يطلع الجديد. انا زرعه جديد فقلت ما يطلع الجديد يبقى ايه اقطعه اهو. بصوا وطول ما هو بيطرح خلاص يبقى على خيرة الله، ربنا يزيد ويبارك. بصوا منور اهو ومطلع بردك فلفل اهو اهو يا حبايبي. بصوا اهو. غير اللي باخده منه بقى اما اكون بعوز قرن للسلطه، عاوز قرن بس احطه على اي حاجه السمك الحاجات دي بطلع لقط كده اهو يا حبايبي كده بالشكل ده. شوفوا يا حبايبي. وطبعا هنا البتنجان اهوت رخر. البتنجان صيفي مش شتوي، البتنجان صيفي اهو يا حبايبي. لان جه في الصيف وكبر، لكن في الشتاء لا ما بيكبرش في الشتاء. وهنا طبعا النعناع انا قرضته عشان خدته نشفته وبعد كده بقى ايه يطلع غيره اهو يا حبايبي بالطريقه دي. طبعا يا حبايبي انا ببقى ايه قاعده فوق على السطح مشغله المروحه بالطريقه ديت، وحتى كوبايه الشاي وازازه الميه تجرب منش. وادي الكرسي بتاعي اللي بقعد عليه اهو. بصراحه ببقى قاعده اكن قاعده في جنينه. وطبعا هنا الريحانه اهو يا حبايبي بردك. الريحانه اهو هجدده ان شاء الله بردك ماشيه معاكم خطوه خطوه. وادي الشجره اهو يعني ما شاء الله
السطح كله الله اكبر عليه، يعني حاجه حلوه. طيور في جنب، الوقت طبعا يا حبايبي الطيور في جنب والزرع في جنب، عامله لكل حاجه لها حاجه. والزرع اللي هو بتاع المطبخ انا عاملاه كله مع بعضه في جنب بردك، واخده له جنبين. والريحان في جنب لوحده هو والشجر، والورد والليمون في جنب لوحده. طبعا عامله كل حاجه ايه لوحدها، وبصراحه حاجه تحفه. وهنا بردك الملوخيه الصغيره، بما لقيت الملوخيه قوي بتاعها حلوه رحت زرعه بردك ملوخيه اهو يا حبايبي. بصوا سهله جدا، بتبدريها على وش الحاجه وخلاص. اهو يا حبايبي الطريقه دي بصوا عاملاها في ايه اهو، شويه تراب صغيرين، وممكن واحده تعملهم على السطح او في البلكونه بدل ما تروح تشتري حزبه ملوخيه وتبقي فرحانه بيها. دي لسه نزرعاها بقالها يومين اهي. طبعا الملوخيه بتحب الحر جدا اهي. بص هنا بقى اهي الحلوه بتاعتها اهي اهو، هنا بالطريقه دي. وهنا بردك زراعه جرجير لسه بردك اهو، وقوطه هنا. بص يا حبايبي، ولغايه اللوف زرعته، قلت اجربه كده على السطح واوريه لكم. فطبعا يا حبايبي انا بقول لكم ام زياد والحاجات الحلوه بتاعت ام زياد بوريها لكم، عشان انت يا قدام باب شقه اعملي، ما تكسليش يا قدام باب شقه اعملي. زراعي الريحان، الريحان بيزرع زي الملوخيه وفوق الوش كده تبدريه، مع الحر بيطلع. يا في بلكونه زراعي اهو. طبعا انا عامله الحاجات دي الجميله ديت وهوريها لكم بقى كده. قلت ايه عشان تشوفوا ام زياد بتقعد على السطح بيبقى ايه النظام. اهو يا حبايبي بصوا هنا كده ما شاء الله الله اكبر اهو يا حبايبي، كل حته فيها زرع اهو يا حبايبي، كل حته فيها زرع. انا زي ما قلت لكم كده مقسماه. وطبعا يا حبايبي اللي شفنا اول مره يعمل ايه يفعل الجرس. واللي عارفيني طبعا، وبشكر حبايبي. وفي حبيبتي بردك بنتي اسمها ام عمرو عملت لي تعليق وقالت لي يا انا ام عمرو بنتك ام عمرو. انا بشكرك يا حبيبه قلبي على متابعتك ليا، وكل سنه وانت طيبه، وربنا يديكم اللي نفسكم فيه يا حبايبي كلكم. وكل واحد نفسه في حاجه ربنا يديها له ويجازيكم كل خير. وانا طبعا بكبر بكم حبايبي ومتشكره، شكرا 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 لكل حبايبي داخل مصر وخارج مصر. وكل سنه وانتم طيبين ودايما مع بعض. واقول لكم حبايبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اغلى الناس.